مساء الخير. أنا روان صبح وأهلا بيكم ببرنامج الفلوس على حقيقتها. البرنامج ده معمول علشان نفهم الفلوس، نفهم الاقتصاد، نفهم اللي بيحصل حوالينا من غير تعقيد ومن غير ما نخوف نفسنا. وإحنا هنا علشان نفهم الفلوس مش نخاف منها. حلقة النهاردة عن الذهب. وليه الذهب تحديدا؟ لأنه بقى في 2025 مش مجرد معدن، ده بقى رسالة بتقول إن في عدم استقرار عالمي بشكل واضح. خلونا نبدأ من الأول خالص ونفهم إحنا واقفين فين. في بداية سنة 2025 سعر أوقية الذهب عالميا كان بيتراوح ما بين 2700 و 2600 دولار. مع نهاية ديسمبر 2025 الذهب وصل لمستويات تاريخية تجاوز فيها ال 4500 دولار للأوقية. يعني احنا بنتكلم عن زيادة ما يقرب من 65 ل 70% في أقل من سنة واحدة. وبالمناسبة ده رقم كبير جدا ومش طبيعي يحصل في سنة واحدة، لأن ده أقوى أداء سنوي للذهب من أكتر من 40 سنة. واللي حصل ده مش موضوع محلي ومش مرتبط بمصر بس، اللي حصل ده حركة عالمية كاملة. سعر الذهب في مصر اتأثر بسعر الذهب العالمي. طب زاد عليه ايه تاني؟ زاد عليه سعر الصرف، وزاد عليه كمان حالة الخوف وعدم اليقين عند الناس في العالم كله مش بس في مصر. فببساطة اللي بنشوفه في السوق المصري هو انعكاس مباشر للي بيحصل في العالم كله. ليه بقى الذهب طلع بالشكل ده؟ خلينا نفهم الأسباب واحدة واحدة وبالراحة. أول سبب مهم جدا هو الفايدة الأمريكية، والعالم كله كان مركز على أمريكا لأن الدولار هو عملة العالم. وأي تغيير في الفايدة الأمريكية بيأثر على كل الأسواق في فترة طويلة. الفايدة كانت مرتفعة وده كان بيخلي الفلوس تفضل في البنوك وفي السندات. لكن في 2025 بدأت التوقعات تزيد إن الفايدة الأمريكية هتبدأ تنزل. وأول ما السوق يحس إن الفايدة بتنزل الفلوس بتبدأ تتحرك بقى، تسيب البنوك، تسيب السندات، تدور على حاجة تحافظ على قيمتها. وأول اختيار دايما بيكون الذهب. طب السبب التاني هو إيه؟ هو الدولار. الذهب والدولار دايما علاقتهم عكسية. لما الدولار يبقى أقوى الذهب بيهدى، ولما الدولار يضعف الذهب بيقوى. في 2025 الدولار فقد جزء كبير من قوته، وده فتح الطريق قدام الذهب إنه يطلع بقوة. لكن السبب الأهم والأخطر واللي ناس كتير ما بتاخدش بالها منه هو البنوك المركزية. في 2025 بنوك مركزية في دول كبيرة زودت احتياطاتها من الذهب بكميات ضخمة جدا. بنوك مركزية اشترت ذهب رغم ان السعر اصلا عالي، ورغم ان في قمم تاريخية ليه. وده معناه ايه؟ القرار مش قرار افراد ولا مضاربة ولا لعب في السوق، ده قرار دول وسياسات نقدية وتحوط طويل المدى. الدول دي بتقول بشكل واضح احنا مش مطمنين ومش عايزين نعتمد على الدولار لوحده. ومن هنا لازم نفهم الصورة الأكبر ونبص على الصين وأمريكا. الجزء الأكبر من القصة بدأ بوضوح لما ترامب بدأ يفرض تعريفات جمركية كبيرة على الواردات الصينية. يعني إيه؟ ضرايب على البضائع، تكلفة أعلى، تجارة أصعب. ترامب قال وقتها إنه بيحمي الصناعة الأمريكية وبيحاول يرجع المصانع لأمريكا. لكن اللي حصل فعليا أسعار زادت، سلاسل إمداد اتلخبطت، والتجارة العالمية دخلت في توتر شديد. ومن هنا بدأت الحرب التجارية. الحرب دي ما خلصتش والتعريفات الجمركية ما اتلغتش. اتغير شكلها لكنها فضلت موجودة بالفعل وبقت جزء من الواقع العالمي. طب ده معناه ايه؟ التجارة العالمية بقت أصعب، الثقة أقل، التوتر مستمر. الصين بقى فهمت الرسالة دي بدري، ما دخلتش في مواجهة مباشرة لكن اشتغلت بهدوء وعلى المدى الطويل. الصين زودت احتياطي الذهب، قللت اعتمادها على الدولار، حضرت نفسها لأي تصعيد اقتصادي أو مالي. طيب بالنسبة للصين بقى الذهب مش استثمار، الذهب أمان استراتيجي. من الناحية التانية أمريكا استخدمت الدولار والفايدة والتعريفات الجمركية كأدوات قوة ونفوذ. لكن النتيجة كانت إن دول كتير في العالم بدأت تشك وتدور على بديل، والبديل الوحيد اللي ملوش سياسة ولا علم دولة كان الذهب. وكل ده بيحصل في عالم مليان توترات جيوسياسية زي ما احنا شفنا، حروب، صراعات، توتر في ممرات التجارة، مشاكل طاقة، مخاوف غذاء. وفي أي وقت العالم يتوتر الناس بتسيب المخاطرة وبتدور على الأمان. وكلنا عارفين إن الملاذ الآمن دايما هو الذهب. طيب
هل اللي حصل ده فقاعة؟ بكل وضوح لأ، لكن في نفس الوقت الذهب طلع بسرعة جدا، وده معناه إن ممكن نشوف تصحيحات، ممكن نشوف نزول، ممكن نشوف حركة عرضية. وده طبيعي جدا، لأن مفيش سوق بيطلع في خط مستقيم. الاتجاه العام صاعد، ده حسب التقارير الرسمية، لكن الطريق مش هيبقى بالسهولة دي. اللي جاي هيعتمد على حاجات كتير جدا. طيب لو الفايدة نزلت والدولار فضل ضعيف والتوترات استمرت، الذهب ممكن يفضل قوي في 2026. طب لو حصل هدوء نسبي، ممكن نشوف استقرار أو حركة جانبية. ولو حصل تعافي اقتصادي عالمي بشكل مفاجئ، الذهب بنسبة كبيرة هيهدى، لكن هو اوريدي بيهدى من مستويات عالية أصلا. طيب المواطن العادي بقى يعمل إيه؟ خليني أقولها لك ببساطة ومن غير تنظير. الذهب مش مشروع ثراء سريع، ومش قرار خوف، ومش لازم كل الناس تشتري الذهب. الذهب ده وسيلة تحوط، بنحفظ بيه قيمة الفلوس وأمان وقت القلق. والقرار دايما حسب إمكانياتك انت، هدفك، والمدة اللي انت مستنيها. احنا النهاردة اتكلمنا عن الذهب، وما اعتقدش دي هتكون آخر مرة، لأن الأوضاع لسه غير مستقرة والتقارير لسه بتتحدث، واحنا هنا بنحدث معاكم أول بأول. والحلقات الجاية مش أقل أهمية، هنتكلم عن الاستثمار، نعمل ايه، نفهم الاقتصاد بطريقة سهلة وبسيطة سوا. الحلقة الجاية هتكون عن الفضة، المعدن اللي في 2025 ارتفع بنسبة أكبر من الذهب. ليه الفضة طلعت؟ هل ده بسبب الصناعة ولا الاستثمار، ولا كمان الاتنين مع بعض؟ وهل الفضة كانت فرصة حقيقية ولا مجرد موجة؟ أنا روان صبح، وده برنامج الفلوس على حقيقتها، علشان نفهم الفلوس مش نخاف منها.